لما بمشي على سرعة وبدوس فرامل بلاقي في رعشة جامدة في السيارة. السؤال ده مهم جدا لأن فيه اهتزاز بيحصل من غير ما أدوس فرامل، وفيه اهتزاز بيحصل مع دواسة الفرامل، وتحس إن بدال الفرامل تحت رجلك بيتهز جامد. السبب هنا بيكون في الطنابير، وأكتر سبب يعمل لك مشاكل في الطنابير هو إنك تكون مسافر أو جاي من مشوار طويل وتدخل استراحة وتقوم غاسل السيارة أو تمشي بيها في بركة مية مثلا، وده أكبر غلط لأن الطنابير بتكون سخنة جدا، فلما بيجي عليها مية بتعمل لها تقفيع وبتخليها غير مستوية وفيها عالي وواطي، فلما بتيجي تدوس فرامل فالتيل بيضغط على الطنابير وبيعمل الهزة الجامدة اللي بتحس بيها في السيارة كلها. وفي حاجة كمان تبوظ معاك الطنابير وتيل الفرامل، هو إنك لما بتغسل السيارة بترجع تركنها على طول، وده أكبر غلط. لازم بعد ما تغسل تمشي بالسيارة مشوار متوسط 5 كيلومتر، علشان المية اللي بتيجي على الهوايات والمجر والفروقات والطنابير والتيل والمية المتراكمة في الأماكن اللي مش بيوصلها الهواء، فلازم تمشي بالسيارة شوية عشان تنشفها من المية. ولو تلاحظ لما بتيجي تغسل السيارة وبتركنها على طول بتلاقي السيارة قافشة ومش عايزة تتحرك نتيجة المية اللي كانت على التيل. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل مشاركة عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.